أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة للتهبيط والابتزاز. أسعد الله أوقاتكم وكنتمنى هذه الحلقة هذه تلقاكم بخير وعلى خير. الحلقة اللي كتكون فيها تجميع ديال المقاطع واللي كنسميوها الميكسور. إلا مستعدين نربطوا حزام السلامة ونساو شي حاجة سميتها المنطق ونساو شي حاجة سميتها الدول ونساو شي حاجة سميتها العقل. اليوم غادي نسافروا إلى كوكب الجزائر باش الرحلة الفضائية، لأننا غنطلعوا للفضاء الجزائري. باش الرحلة الفضائية تكون سليمة وآمنة دير لايك بارطاج واشترك معنا وفعل جرس التنبيهات. محاولة الاغتيال ديال الحارس ديال الرئيس الموريتاني صراحة طغات على الحدث ومركزناش بزاف على الفضائح، لأنه ضروري شوية فضائح، ضروري الجزائر دير شوية فضائح. مركزناش بزاف أو شخصيا مركزتش بزاف على الفضائح ديال داكشي اللي وقع، بقيت مركز غير في داكشي اللي مهم جدا. ولكن هانتوما كيف ما كتشوفوا باقا الجزائر الكوكب باقا ما عندهاش المطرقه باش يديروا التدشين، باقيين تيديروا بيديهم وتيبداو يعجنوا كيف ما عجن كذبون مع شي نقريحه سابقا في داكشي ديال الغراج بيلات. ها هو جاب الرئيس الموريتاني وبداو كيعجنوا هو وياه لان ما عندهمش مطرقه. واخا هما في المونتاج قطعوا هذيك اللقطه ولكن راه باينه المطرقه ما كايناش. لا داعي للتذكير بطبيعه الحال بانه نفس المعبر دشنو وزير التجاره السابق ودشنو وزير التجاره اللي قبل منه في العهد ديال كذبون ودشنو الوزير الاول ديال كذبون ودشينا ايضا مرات عديده في الحقبه ديال شنقريح. يعني معبر ماشي جديد باش يجيو يدشنوه لاول مره، هو دشينا مرارا وتكرارا، ولكن بما انهم عندهم ذاكره السمك دغيا تنساو. انا متاكد مليون في المية انه بزاف ديال المغاربه كانوا كيعتقدوا بانه الطريق راه سالات وتم الانجاز ديالها وصافي، منين غيفتحوا المعبر صافي راه الناس غادي يخدموا. هما راه كل مره تيفتحوا المعبر غير رمزيا، كيفتحوا غير هذيك البوابه اللي دايره بحال داكشي ديال الويسترن. اما كيف ما شفتوا في المقطع مازال الطريق راه توفنا ومازالين يلا تيزفتوا ويلا كيزفتوا هذاك كيلومتر اللي مورا المعبر. اما ما تبقى فحدث ولا حرج. اما كاين غير الفيافي والشاحنه الجزائريه اللي كتبغي تمشي لموريتانيا باش تجيب السمك اولا باش تجيب الطماطم المغربيه او البطاطس او الخضروات المغربيه كيبقاو واحلين تما شي 15 يوم عاد ما كيوصلوا لموريتانيا، وفي الرجعه عاوتاني شي 15 يوم. المهم جوج حوايج كيتقنوهم. الحاجه الاولى كيزرعوا بزاف ديال الاعلام، العلم الموريتاني والعلم الجزائري، وحتى في العهد ديال بوتفليقه كانوا تيديروا نفس الديكور، علم موريتاني علم جزائري، كيديروا بزاف منهم باش كيعمروا شويه المشهد وكيعمروا شويه الفراغ. والحاجه الثانيه هي دوك الشاحنات اللي كانوا في غراج بيلات كانوا كيتشمشوا، راه داوهم دابا المعبر باش يصوروه. في الحقيقة المنتدى المزمع انعقده الأسبوع القادم نهاية الشهر بداية مارس. قلت في الحصة السابقة أنه سيزعج، هو أزعج يعني بعض الدول. نعم الكثير. المهم كوكب الجزائر ضروري خصو يكون مستهدف وضروري هو يكون زعما محط الانظار، وبالنسبه لهم ملتقى ديال الغاز اللي كيدار كل مره في العام واللي ما كيسمع به حتى شي واحد وما كيتبع الحدث ديالو حتى شي واحد الا في الجزائر. سبحان الله العظيم هذا الملتقى قال لك محط الانظار ديال الدول وازعج الكثير من الدول. على نتوما في هذا الملتقى ديال الغاز شنو كديروا؟ تخصيب اليورانيوم، كتفاهموا على الطريقه بحال داكشي ديال اوبيك والاوبيك بلس. شنو كديروا زعما في هذه الملتقيات؟ وشكون هما الدول هادو اللي طلع لهم الدم وازعجهم هذا الملتقى ديال الغاز الذي سينظم في الجزائر الكوكب؟ الاعلام الجزائري يغتنم اي حدث كيف ما كان يكون حدث ما عنده حتى شي قيمه، كيشدوا داك الحدث وتيقول لك الجزائر مستهدفه وازعجنا الدول وحنا اقوياء وحنا نتسيد العالم ونحن نتحكم في العالم. صراحه راه نتوما فتوا التحكم في العالم، دابا راه وليتوا كتحكموا في المجره لدرجه انه المهبطين ولاو كيسافروا عندكم للفضاء باش يلا نتقادوا معكم. واستغلال يعني البترول او الغاز، يعني نعم هذه مفروغ منها. انا نقول باللي لابد انه يعرف الراي العام خاصه النخب، لازم النخب يسوقوا لهذه الافكار، لانه لازم يفهم المواطن الكريم
أنه هذا المنتدى أولا منتدى تاريخي يعقد في الجزائر. من بين الأهداف نتاعو ربما الظاهرة أنه يقوم بتثمين موارد الغاز، وكذلك يعزز مكانة الغاز في السوق العالمية ويراجع حتى الأسعار إلى آخره. ثم هناك شيء مهم جدا لازم نعرفوه، أنه راح أبعد من ذلك، لأنه قلت راح يزعجوا عدة الدول اللي راهي تشوف فينا يعني احنا دول الجنوب. وعلاش بالسلامة هذا المنتدى تاريخي يعقد في الجزائر؟ اش جاب الانجاز التاريخي للهضره؟ واش نتوما غديروا منتدى بحال ما عاد غتنظموا كاس العالم، منتدى ديال الدول المصدره للغاز غتحضر فيها الجزائر، قطر، السعوديه، الامارات، الدول اللي عندهم الغاز، فنزويلا وغيرها، في امريكا اللاتينيه، في اسيا، ربما في اوروبا، وغيتجمعوا غيبداو يبلابليو شويه، وفي الاخر الولايات المتحده الامريكيه هي اللي كتحكم في السوق وهي اللي كتقول لكم شنو ديروا. فانا ما فهمتش كيفاش هاد الناس هادو في الاعلام الجزائري تعتبروه حدث تاريخي وملتقى قال لك تاريخي. واش ملتقى تاريخي حيت نتوما الاول اللي غتنظموه واول مره غيدار؟ بطبيعه الحال لا، كيدار بطريقه دوريه وكاع الدول اللي عندهم الغاز كيصادفوه. دابا واش فهمتوا؟ دابا هو بالنسبه ليه ملتقى تاريخي لانه غيدار اولا في الجزائر الكوكب، وثانيا لانه قال لك سيزعج الدول اللي كتشوف الدول بحال الجزائر بانها دول الجنوب. يعني الجزائري في العقل ديالو مازال يحارب الطواحين بحال دون كيشوط، مازال يعتقد بانه يتكلم باسم دول عدم الانحياز ودول الجنوب، وزعما راه كيدافع عليهم. والاستقرار الذي تنعم به بلادنا اليوم يعتبر استثناء في المنطقة، وعلينا أن نحافظ عليه ونستديم بقاءه، ولأنه هو الضامن بعد الله تعالى لتجسيد مشروع الجزائر الجديدة التي حلموا بها شباب وشابات الحراك المبارك الأصيل. عملية التنويم المغناطيسي وسرح القطيع علشان الباقة بتضيع لا زالت مستمرة، والبطل ديالها هو بن قرينة، وانا وليت معجب به بزاف لدرجة انني كنتمنى يولي هو الرئيس بلاص كذبو. وشوفوا الوقاحة ديال هاد الناس. هاد بن قرينة راه تلقاه بالع شي 3 الحبوب ديال الفياغرا السياسية كيف ما قال شحال هادي، قال بانه الناس اللي كيتكلموا بحالو خاصهم يكون عندهم الفياغرا السياسيه باش يتكلموا بشجاعه. هذه راه ما بقاتش شجاعه، هذه راه سميتها وقاحه. الجزائر قال لك عندها استقرار ما كاينش في دول الجوار. راه قلت لكم شحال من مره نتوما ما خاصكمش تقولوا المصطلح ديال الاستقرار، نتوما عندكم ركود في النظام. يعني من ايامات بن بله المغربي حتى البوتفليقه المغربي وحتى الكذبول الجزائري وانتوما عايشين في الركود ديال جد. اما الاستقرار فهو عند سيادكم. واش كاينه شي دوله مستقره كيتعرض الموكب الرئاسي الموريتاني والجزائري لمحاوله الاغتيال وكيموت الحارس الشخصي ديال الرئيس الموريتاني والمساعد ديالو؟ واستقرار واش من استقرار عندكم؟ وهذا المكسب جاء بعد أجواء ومناخ تعرفون طبيعته كان قبيل الرئاسيات السابقة، تمثل في حالة من الاستقطابات الشديدة والخطيرة التي كادت أن تعصف بالأمة الجزائرية وبالدولة الجزائرية بعيدا عن مسارها الدستوري وتدخلها وتدخلها إلى نفق لا نعلم نهايته، بدايته اختراق السيادة وانتهاء يكون بتهديد الهوية وهوية الأمة وتفكيك المجتمع. أيها الإخوة الأفاضل، أعضاء مجلس الشورى الوطني، ها هي اليوم الجزائر تشق طريقها بمؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني رغم الأضرار التي أحدثتها أزمة كورونا وتداعيات النزاعات القائمة في جوارنا، وها هي اليوم تنطلق في تثبيت توجهاتها الاستراتيجية لضمان أمنها الدفاعي وأمنها الغذائي وأمنها المائي. انا تضحكني غير باش كيدير لهم هكا بيديهم بحال زعما راه هذيك الحركه كدير لهم واقيلا التنويم المغناطيسي وهما كيبقاو حالين فمهم لانهم قاطعين. ودابا هذه راه ماشي لغه الخشب، هذه راه اكثر من لغه الخشب. ولاحظتوا معايا انهم كاملين مركزين على الحراك وتيهضروا على الحراك، وإلا سولتكم علاش شنو غتجاوبوني؟ والجواب بسيط جدا، لانهم قربوا الرئاسيات وخاصهم يعرفوا واش الجزائريين ناويين يخرجوا للشوارع يديروا شي حراك جديد ولا ما ناويينش. داكشي علاش دائما تيذكروهم بانه الجزائر كانت غتمشي في مهب الريح
قالها كذبون، قالها رئيس الحكومه، قالوها الوزراء، قالها بن قرينه، قالوها الاحزاب، قالوها الاعلاميين، كلشي كيحضرهم من الحراك واخا كيسميوه الحراك المبارك. المهم كاع هذوك اللي سمعوا لهاد الكلمه ديال التنويم المغناطيسي اللي كيديرها بن قرينه، الا سولتيهم شنو فهموا من هاد الكلمه غيقول لك بن قرينه كان يتكلم. المنطقة اليوم تناور بعض الآراء إلى أن تثير دوافع، وأن المنطقة تعيش حركة ربية والعلاقات الدولية قائمة فيها على دائم. فتناور بعض الدول منها دول الشقيقة ومنها الدول العربية تحاول أن تزرع فتنة وتزرع بذور لانشقاق داخل الوحدة الدول الساحل الصحراء. والجزائر واقفة بجيشها وبمواجهتها وبسيادتها وبقيادتها السياسية في مواجهة الخطر، ولعل أقصى فيها هو إيجار شيء المغرب الذي يمثل. ولا أعتقد أن الشعب السوري ينخرط في هذا بدليل الحركية المستمرة اليوم لمعارضة التطبيع ومعارضة وجود الكيان الصهيوني في المغرب. فاليوم تسعى هذه الدولة من أجل زعزعة الإخفاق الجزائري، من أجل زعزعة استقرار المنطقة، من أجل شراء ذمم بعض الدول وإغرائها ببعض المشاريع الوهمية. ولكن في كل ذلك ستبقى الجزائر صامدة. فالذين وقفوا 130 سنة في وجه فرنسا وأخرجوها لا يعجزون أن يقفوا في وجه هذه النباتات الضارة. هذا المقطع بالمناسبه لواحد البرلماني جزائري كاين في مجلس الشعب ديالهم ولا ما عرفت شنو سميتو، المهم برلماني وقح من عندهم كيتكلم بهذه الطريقه. وهذه رساله وهديه للبرلمانيين او البرلمانيات المغربيات اللي مازالين كيمشيو يسافروا للجزائر ومازال داكشي مدخلينه في اطار خوا ونحن الشعوب وخاطينا بوليتيك. ها هو برلماني بحالكم لا يؤمن بما تؤمنون، تيقول لكم المخزن والمروك والمؤامره وكيتهجموا علينا وكيتدخل لكم في الشؤون الداخليه ديالكم، وانتم مازالين كتطبعوا مع البرلمان الجزائري وكتشاركوا معاه في المؤسسات العربيه او الافريقيه، ولدرجه انكم وليتوا تسافروا حتى للجزائر. ها هو برلماني كيوصف المغرب بالنباتات الضاره ودائما في اطار عمليه التنويم المغناطيسي للقطيع. لكل ذلك قد تجاوزنا المؤشرات الحمراء وخرجنا في وقت قياسي من مرحلة المراوحة في المكان الواحد، وأصبحنا يوم بعد يوم نرسي ركائز التنمية الحقيقية التي تشهد لها اليوم الإنجازات والمكتسبات المحققة على أرض الواقع في كثير من الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية وغيرها، رغم إقرارنا ببعض النقائص وبعض الفجوات التي يجب على الحكومة الإسراع في استدراكها، ولا سيما ما تعلق بالغلاء الفاحش للأسعار وتدهور في القدرة الاشتراكية وازدياد في نسبة التضخم. إن مكتسب الأمن والاستقرار الذي تنعم به بلادنا اليوم يعتبر استثناء في المنطقة، وعلينا أن نحافظ عليه. إلا ما كانش كيجيك النعاس بالليل وكنتي كتبقى تفكر وتقلب من البلاصه لبلاصه ووالو النعاس ما كيبغيش يجيك، وكتبقى سهران لواحد الوقت متاخر وكتفيق الصباح وانت مبوق وكتمشي للخدمه وانت ما عارف فين غادي، سمع لهاد الفيديوهات ديال بن قرينه غادي تنعس في البلاصه. الا ما كنتو دابا نعستو خليتوني انا كنهضر بوحدي دابا. كأس أفريقيا 2025 التي صنعت الحدث عند الإعلان عن البلد المنظم، ولا تزال تصنع الحدث فيما يتعلق بالتواريخ. المغرب يصر على أن تنظم البطولة في الصيف لأسباب خاصة وذاتية وطبيعية وعادية. لو كنت في مكانهم لفعلت نفس الشيء، لأنه عندهم غايتهم واستراتيجيتهم. والكاف والفيفا طبعا كل واحد شد ومد بين الشتاء، بين التأجيل 6 أشهر لغاية 2026، وبين العناد مع الفيفا التي أقرت في نفس الفترة أول بطولة، أول مونديال دولية للأندية اللي راح يكون في شكل بطولة مطولة لمدة شهر. طبعا الفيفا لذلك كانت تناضل من أجل
جعل بطولة كأس أفريقيا تنظم مرة كل 4 سنوات وليس مرة كل سنتين، حتى يكون هناك تداول بين بطولة كأس أفريقيا ثم الموندياليتو للأندية. هذه المرة طبعا اللاعبين الدوليين الذين ينشطون في الأندية التي تشارك في الموندياليتو سيوقفون الدوريات في منتصف مايو أو نهاية مايو، يبدأون 15 يوما بعد ذلك الموندياليتو. اللي يوصل للنهائي يكمل النهائي يروح مباشرة على المغرب للمشاركة في نهائيات كأس أفريقيا. فترة 2 شهر من المنافسة بالنسبة لبعض اللاعبين طويلة. وبعدين أنه خرج كلام بأن البطولة ستنظم من 15 جويليا إلى 13 أغسطس. واو، فترة راحة الناس تكون مرتاحة سواء لاعبين أو حتى عشاق ومناصرين. فهنا ندخل في بطولة إفريقيا أخرى في توقيت غير متعود عليه، حتى لا أقول غير مناسب. هو غير مناسب. دراجي كواتشو، انت مالك قلبك حارقك ومالك هز الهم؟ ياك حنا في المغرب اللي ننظموها في الصيف، ننظموها في الشتاء، ننظموها في الخريف، ننظموها في الربيع، ننظموها نصف الصيف ونصف الشتاء. وانت مالك؟ اش دخلك؟ واش انت دابا معلق رياضي ولا سياسي ولا اعلامي رياضي ولا انت مالك مختص في الشؤون الداخليه للمغرب؟ ما عمرنا سمعناك هضرتي على الكاميرون ولا الكوت ديفوار فوقاش باغيين ينظموا هاد كاس افريقيا. دابا الدراجي كواتشو عند بالو زعما راه كيدير التشويش للمغرب، ساعه هو راه ماشي كيدير التشويش للمغرب، هو كيزيد الشهره لهاد النسخه ديال كاس افريقيا، وكيزيدوا الناس في الجزائر وفي غيرها يكونوا متبعين شنو غيوقع وفوقاش غينظمها المغرب، واش في الصيف ولا في الشتاء والفيفا. وهادشي حنا اللي بغينا. شكرا الدراجي انك كدير تغطيه اعلاميه للكاس الافريقيه المقبله في المغرب اللي غنديوها ان شاء الله. ومنين نقول لكم غنديوها ان شاء الله ثيقوا بالكلام ديالي. قلت لكم في الكوت ديفوار ما غنمشيوش بعيد وما مشيناش بعيد، ودابا تنقول لكم ان شاء الله في كاس افريقيا المقبله في 2025 تجيب رغم الصعوبات. وشوفوا الطنيز ديال الدراجي كواتشو، قال لك كاس افريقيا 2025 التي صنعت الحدث عند الاعلان عن البلد المنظم. زعما هذيك الهضره ديال راني واعر وراني كواتشو وراه قلت لكم شحال هذه من قبل راه غيعطيوها للمغرب وراه كاين الكولاسه والجوساسه، دوزها غير بالخف زعما بلا ما يبقى يهضر فيها وزعما راني واعر. دابا انا متاكد ان الدراجي كواتشو هو كيتكلم على هذه النقطه هذه، واخا هذا الموضوع هذا زعما راه قديم. الدراجي كواتشو بالمناسبه هو راه نشروا اليوم هذا الموضوع هذا، راه هضروا عليه في الاعلام وهضروا عليه المواقع وهضروا عليه في البرامج. واش انت عاد فقتي من الناس ولا ما لقيتي ما تقول على المغرب؟ قلتي اجي نجبد واحد الملف قديم ديال فوقاش غينظموا ومدابزين مع الفيفا ومدابزين مع الكاف، ولا قد جاع هو اللي كيتحكم في الفيفا ولا كيتحكم في الكاف. ياك هذا هو كلامكم، يدار في الصيف هي غيدار في الصيف، سالات مادام سدات مادام، وغنضموها ان شاء الله حتى في المدن الصحراويه المغربيه باش ما يجيوش الجزائريين يشاركوا معنا. واللي دار لقد جاع صاحب الكولازه حنا معاه. اصلا الدراجي كواتشو انا ما فهمتش المشكل. اصلا كاع البطولات القاريه والعالميه تنظم في الصيف، هذه هي العاده وهذا هو القانون وهذا هو الاساس ديال اي بطوله تنظم في العالم باسره. كاس اوروبا تنظم في الصيف، كاس العالم ينظم في الصيف، بزاف ديال الكؤوس تنظم في الصيف. غير في افريقيا كاينين بعض البلدان كيكون عندهم المناخ في شكل مختلف كيفضلوا ينظموها في الشتاء باش يتفاداو هذيك الحراره المفرطه. حنا في المغرب عندنا الحراره مفرطه وعندنا الجو معتدل وعندنا الجو بارد، يعني لا نظمناها في الصيف ما كيكون حتى شي مشكل. بحال مثلا اخر بطوله قاريه نسويه افريقيه درناها في الصيف ما درناهاش في الشتاء. فإلا انت كتحلم ولا كتمنى انه زعما غيكون الخلاف وممكن الكاف ولا الفيفا يحيدوا لنا كاس افريقيا، راه الكاس افريقيا ستقام في المغرب حب من حب وكره من كره، كيف ما قال عبد المجيد كذبوا. وداكشي اللي غيديروا القجع هو اللي كان. اما يقول هاد الدراجي كواتشو ولا الجزائريين ولا الفيفا ولا الكاف، حنا ما سوقناش، حنا بغينا ننظموا في الصيف هي غيتنظم في الصيف. دابا قول لينا الدراجي كواتشو، واش الخدمه ديالك والمهنه ديالك هي معلق رياضي ولا متتبع للمغرب؟ استرجاع هيبة الدولة، تحرك الآلة الرقابية وكبح السطو على أراضيها، كل هذا تبعه تطبيق القانون الرسمي رقم 1823 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2023 المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها نظرا للتعدي الصارخ على الممتلكات العمومية دون أي حق أو عقد. كل اعتداء يتم سواء عن طريق بناء أو عن طريق تهيئة لقيام بتجارة معينة، مثلا بيع مواد البناء أو غيرها، كل هذه الاعتداءات
كل هذه التصرفات تعتبر اعتداء على الأراضي المملوكة للدولة. العملية التي مست بدرجة أولى السكنات الشاطئية قبل أشهر وقبل أسابيع كان الإعلام الجزائري كيهاجم بقوة المغرب وكيتهموا بأنه يتعدى على الأملاك ديال المغاربة وكيدير لهم عملية الهدم، خاصة عملية الهدم اللي كانت في الشواطئ. بقاو بهاد السلسلة ديال التهجم على المغرب لواحد المدة معينة من الزمن، شوية تفكروا بأنهم خاصهم يقلدوا المغرب وبأنهم تما خاصهم يهدموا، وقالوا معليش واخا كنا كنهاجموا المغرب اللي كان تيحارب البناء العشوائي، حتى حنا خصنا نديروا بحالو، حتى حنا خصنا نديروا عملية الاستنساخ كيف ما كانوا كيديروا الرؤساء سابقا، شنقريحة، بوخروبة وانتغاني. المغرب تيهدم المباني العشوائية قرب الشواطئ، ناضت الجزائر واخا هي كانت كتهاجمنا في الأول، ناضت حتى هي كتهدم المباني العشوائية اللي كاينة في الشواطئ. المغرب خدم الدرونات وخدم الأقمار الاصطناعية، هما ما قدروش يخدموا الأقمار الاصطناعية حيت ما خدامينش عندهم، هما يديروا تما الدرونات. المهم داكشي اللي دار المغرب ديروا الجزائر. وبالمناسبة الجراروة راه ماشي معيورة، راه ماشي هي الجمع ديال الجرو ولا ديال الكلاب، الجمع ديال الجرو راه هي جراء. الجراروة بحال المراركة، الجراروة جاية من الجيري الجرارو. المهم الجرارو واش هذاك وجهكم ولا قفاكم؟ واش عندكم البترول والغاز وغتنظموا ملتقى ديال الغاز من الفوق وباقيين عندكم البرارك وعندكم هادشي عشوائي بهذه الطريقه هذه؟ شي دوله ما عندهاش البترول والغاز نقدروا نتفاهموا هذا الوضع، ولكن نتوما كتقولوا علينا حنا فقراء. علاش عندكم البرارك وعندكم هادشي عشوائي والقصدير والناس عايشين عيش الدبانه في البطانه؟ نسيت انا علاش نسولكم وانا عارف الجواب. قول لي خسرتوا كلشي على البوليزاريو والكبرانات يسرقوا؟ ان شاء الله احنا مع اخي فخامه الرئيس الموريتاني الحاج محمد والشيخ الغزواني باش نوضع الحجر الاساس لهذا الطريق. نتمنى باش تكون فيه السرعه قصوى في انجاز هذا الطريق اولا، انطلاقا من اليوم بارتير دوجوردوي لي زونجان ما يتحبسوش ان شاء الله. لا هو ان شاء الله. وفخامة الرئيس كذبون، واش انت فيك الزهايمر؟ ياك كنتي قلتي للشعب ديالكم ما تبقاوش تعيطوا ليا فخامة الرئيس وعيطوا ليا سيد الرئيس وصافي. علاش دابا انت كتعيط الرئيس بحالك الفخامة؟ وبين قوسين ملي كنشوف ولد الغزواني بهذيك الوضعيه وكاز بحال هذاك القطيط اللي صب عليه الشتا وخايف ومخلوع، بقى فيا صراحه دوز واحد الساعتين ديال الجحيم. كيف ما قلت لكم رغم انهم داروا التدشين والبارح راه مازال ما بناوش الطريق، راه عاد غيبنيو الطريق، عاد ناويين يعني داروا واحد التدشين رمزي كيف ما كان تيديروا بوتفليقه وقبل منه. المهم خاص غير الصحافه يهضروا عليهم ويقولوا لهم راه شنو داروا منطقه حره والسكر والزيت، واخا باقي ما عندهم لا سكر لا زيت وما عندهم لا طريق لا والو. المهم تدشين رمزي والضحيه هي الشعب الجزائري والشعب الموريتاني وهذاك المسكين اللي مات الله يرحمه. وفخامة الرئيس كذبون، راه دوك الشاحنات ودوك التراكسات اللي جبتو راكم سلفتوهم غير من غراج بيلات. دابا شنو غتخدموا؟ تخدموا الطريق مع موريتانيا ولا تخدموا غراج بيلات؟ وكيفاش هاد الناس غادي يخدموا دون توقف وانتم ما عندكمش الكهرباء تما او التريسينتي؟ على تولا. وفي حديث مع التلفزيون الجزائري نفى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي توصل هيئته لاتفاق رسمي مع أي مدرب لتولي شؤون العارضة الفنية للمنتخب الوطني، مؤكدا أن الإعلان الرسمي سيكون في غضون الأسبوع القادم. وفضيحة كبيرة كتعيشها الاتحادية الجزائرية، حتى شي مدرب أجنبي من هذوك المدربين اللي تواصلوا معاه ما قبل يدرب الجزائر. وقال لك حكاو الواد شنو وقع؟ قال لك كاينين شي صحفيين جزائريين ضد بلادهم وخونه، قال لك هما اللي كيتصلوا بهذوك المدربين وتيقولوا لهم ما تجيوش للجزائر راه غتندموا. والمدرب كيروش البرتغالي قالوا عليه بانه فيه الزهايمر وما يصدقش لهم. المهم منوضين الروينه لهذيك صادي، وصادي طلع ليه الدم وقال لك غير رفع دعوه على هاد المنابر الاعلاميه اللي كدير لهم العصافر الرويضه. المهم الحمد لله لحد الان مازال ما قالوش بان القجاع هو اللي كيعيط للمدربين الاجانب وتيقول لهم ما تمشيوش للجزائر. والمهم حيت المغاربه دخلوا على الخط وبقاو تيطنزوا عليهم وتيضحكوا عليهم وتيهبطوهم، قال لك صافي الاسبوع المقبل غادي يلقاو شي مدرب. بان لي غيبقاو يدوروا غادي يعيطوا لبوقره. وانايا عندي واحد الاقتراح اليوم الا بغيتوا، صراحه عندي اقتراحين. انا ممكن ندربكم ولكن بشرط واحد، ندربكم غير بالسكايب عن بعد. انا عارف داكشي اللي كيدير بالماضي، تيقول لكم طيحوا الفار بيلانتي، داكشي يبقى نعاودوا ليكم ونعاودوا للمدربين وغادي تعلموا. وكاين الاقتراح الثاني حتى هو مزيان،
هو الدول المغربيه داك اللي عزيز عليه الجزائر وكيدافع عليها راه تيتسنى مسكين غير شي ابيل ولا غير صونيو عليه هو غادي يعيط لكم راه عنده التعبئه. لما يصوت اغلب الاعضاء 13 امتنعت بريطانيا فهذا نجاح. فهذا يعني اولا نفتخر لانه الجزائر لا تريد ان تدير ظهرها مهما كان ولا تريد ان تعمل بطريقه ربما غير مباشره، وانما مساندتها للقضايا العادلة سواء فلسطين والصحراء الغربية هي مساندة غير مشروطة، ومساندة ليس لها وقت لوقف التنفيذ، وليس لها صلاحية ستنتهي في يوم من الأيام، لأنه وجدنا بعض الدول كانت لها صلاحية منتهية في مساندتها وتغيرت آرائها وتغيرت مواقفها وفق مصالحها ووفق مطامحها ووفق ربما طموحاتها المستقبلية. إذن ما تقوم به اليوم الجزائر وكأنها تقف ندا للند مع أمريكا. تصويت 13 عضو وامتناع بريطانيا، وفين هي أمريكا الفيتو؟ كما قلتي أمريكا استخدمت الفيتو ضد ذاك مشروع القرار ديالكم، وهذوك 13 الآخرين تكون الجزائر ولا ما تكونش الجزائر دائما كيصوتوا وكيوافقوا على المشروع ديال القرار. فأنا بغيت غير نشوف هذا النجاح فين هو. مشروع القرار ما داش ولا شيء تغير في غزة. شنو هو هذا النجاح الجزائري؟ وكيف يعقل الجزائر أن تتعامل ند بالند مع أمريكا وهي خاسرة مع أمريكا؟ أمريكا استعملت الفيتو وخسرت لكم كلشي. وثالثا علاش الجزائر وعلاش الممثل ديال الجزائر لم يتجرأ ولم تكن له الشجاعة أن يذكر اسم أمريكا التي عطلت المشروع؟ بقى يهضر بصفة عامة بدون ذكر أمريكا بالاسم، وبقى يهضر على مجلس الأمن. علاش ما كانش عنده الشجاعة هذاك الخويويف أنه يهاجم أمريكا ويقول لها أنت هي المتسببة في الإبادة في غزة وأنت هي سبب المشاكل وما كانش عليك ديري الفيتو؟ أنا كنعرف الند بالند، بحال مثلا روسيا كتنوض وكتقول لهم أمريكا خاصها تتحمل المسؤولية ديالها وما خاصهاش تبقى تستعمل الفيتو في هذه القرارات التي تخص غزة. إلا كانت الجزائر ند بالند علاش ما تجرأتش أن غير تذكر ولو بالاسم أمريكا ولو لمرة واحدة؟ الأدوار التي يقوم بها كل الأحزاب السياسية الأخرى التي تحركت في هذه الفترة لا سيما من أجل التوعية بالمخاطر والتحديات الكبرى التي تواجه الوطن. ونعتقد بأنه كلما قوى حضور الأحزاب السياسية في الوسط الشعبي كلما كانت الدولة أكثر تحسينا وتلاحما بفضل أبنائها وتشاور كفاءاتها وتفاعل نخبها في ساحاتها المختلفة. الحزام الوطني الذي نطمح أن نشكله مازال ما تشكلش، الذي نطمح أن نشكله وأصبح واجب الوقت. الحزام الوطني لا يمكن أن يكون بجهد حزب منفرد أو شخص منفرد، وإنما هو صورة من صور العمل المشترك والتكامل في الجهود وفي الشخصيات وفي القدرات، وتجل من تجليات التلاحم الحقيقي في العمل السياسي الذي يتجاوز ضيق المصطلحات بين المعارضة وبالي عاوتاني غنبقى نهضر بوحدي في هذه الحلقة وبنتو لي نعسو مني سمعتو هاد بن قرينة هذا والاسماك الحمراء. وصراحة مشهد معبر، هو تيخربق وما تيقول والو وما كاين غير صرح القاطع علشان البقاء بيطيع، واصحاب ذاكرة السمك الاحمر راه مازال متبعين ومازال قابلين على هذا النظام وعلى هذه اشباه النظام. دوك راه مفضوحة هنا الساشيات باين كاع كان جاب كيلو تاع اللحم الناس قاعد تشوفه يمرض ولاده يمرض كلش. وباش منين نقول لكم ان الجزائر هم المعذبون في الارض، عندهم البترول والغاز وعايشين فقراء، عايشين ضربهم المجاعه لدرجه ان شي جزائري الا شرا كيلو ديال اللحم عباد الله غادي يعينوه الناس كاملين والجيران كاملين وغيمرضوا ليه ولادو وتمرض ليه عائلته. علاش؟ حيت شرا كيلو ديال اللحم. شوفوا المجاعه فين واصله في الجزائر غير بسبب البوليزاري. صراحه ابراهيم غالي وتقام عليهم غالي نيت. من والدينا من وقت جدود الستره زينه كانوا يشروا دلاعه يديروها تحت الجلابه ويسطروها ويجيبوها. حنا دوك الستره ولات ما عندناش، حنا دوك رانا نتباهوا بها. وباش ما تقولوش بان المجاعه عاد جديده مورا كورونا، انتم سمعتوا هذا السيد عاوتاني قال لك جدودنا كانوا كيشريو دلاحه، صور معايا دلاحه كدير 10 دراهم في شيشاوه بعض المرات. دلاحه قال لك كيديرها في الجلابه المغربيه بطبيعه الحال
وكيسترها باش ما يعينوش جيرانو، هذوك نفس الجيران اللي غادي يعينوا الاخر على كيلو ديال اللحم، غادي يعينوا على هاد اللحمه كتباع ب 10 دراهم بعض المرات في المغرب. قال لك هاد الناس هادو عندهم البترول والغاز، افلوسهم مشات مع ابراهيم غالي ومع اللي قبل منه المراكشي وانت غادي. من 1975 هما كيصرفوا دم جوفهم على البوليزاريو وعلى العداء ديالهم ضد المغرب، وبطبيعه الحال السرقه ديال الكبرانات. تمكنت الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بتسالي المرجع مدعمه بفصيله الابحاث للدرك الوطني ببئر مراد رئيس من الاطاحه بجماعه اشرار مكونه من 3 اشخاص يحترفون ترويج المخدرات عبر اقليم ولايه الجزائر واقليم بلديه تسالي المرجع، بالضبط في طريق السياره شرق غرب لشاحنه صغيره على مستوى الشريط الاستعجالي، ومن الخلف شخصان يحاولان شحن كيسين بلاستيكيين، وفور مشاهدتهما للعناصر الدوريه لاذوا بالفرار. تم ضبط كيسين بلاستيكيين بهما كيف معالج والمقدره باكثر من 47 كيلوغرام. التحقيق المعمق لفصيله الابحاث للدرك الوطني ببئر مراد رئيس مكن من حل القضيه مع توقيف جميع عناصر الشبكه. بعد الانتهاء من مجريات التحقيق سيتم تقديم الموقوفين امام الجهات القضائيه المختصه. وهذا المقطع هذا كنهدي الناس اللي كيقول لك وحاتم المرابط راك كتعلمهم، واش نعلمهم؟ هما ما سمعوا حتى هذوك الناس الجزائريين اللي كينصحوهم بالعقل وكيقولوا لهم شنو يديروا شنو ما يديروش، وما متبعينهمش، عادي يتبعوا واحد مغربي تيهبطهم. المهم السيناريو يتكرر، هذا الفيديو باقي جديد. كيفاش داروا حتى صوروا المشهد وصوروا هذوك الجوج هربانين ومول الكاميرا كاين واقف تمايا كيتسنى الشرطه عاد غتجي باش يصور. هاد جماعه اشرار ما بان لهمش هذاك الكاميرامان تيصورهم ومشاو هبطوا ليه حنكو قبل ما يجيو الشرطه يقولوا له علاش كتصورنا وعلاش كتفضحنا. وكي دار هاد الكاميرامان عاوتاني وصل تمايا لمسرح الجريمه قبل ما تجي الشرطه. يي على الهدوله. مع الدكتور امل درويش وراح تحكي لنا اليوم على البدائل تاع الحليب. بدائل الحليب الحيواني، لانه لازم يعني نبريسيزيو للمشاهد اللي راه يتفرج فينا انه موضوع الحليب لازم نعرفوا انه في عالم التغذيه موضوع الحليب ما بين لي سوجي توندونس، يعني المواضيع اللي خالقه جدل فيما يخص الحليب، اسكو نشربوه ما نشربوهش، واش من سن اللي نحبسوا الحليب، يعني وشنو خصوصا مع ظهور جوستومون البدائل تاع الحليب. انا وهل لازم نحبسه؟ وهل لازم نحبسه؟ نبداو يعني كنا حكينا من قبل على في مواسم سابقه على الحليب، وانه كي نجوا نشوفوا الحليب الحيواني واللي خاصه احنا يعني بشر نستهلكوا حليب البقر بشكل يعني اكثر، نشوفوا انه الانسان هو النوع الحيواني الوحيد اللي يتناول حليب تاع حيوان اخر حتى كي يكبر. دابا هاد خيتي هادي باغا تكذب علينا، قال لك حنا كبشر ودخلتنا معاها، قولوا نحن كجزائريون كنشربوا الحليب بودره المخلطه بالماء. بالعمى واش كتشربوا نتوما حليب البقر؟ تاينا حليب البقر، فين هما هاد البقر اللي عندكم؟ واش كياكلوا واش كيشربوا؟ وريونا هاد المزارع اللي فيهم هاد البقر هاد. كنشوفوكم مدابزين في الطوابير على الحليب بودره، يعني الغبره كتخلط بالماء، يعني بحال كتشد الكبس وكتخلطو بالماء كيولي جاري، داكشي اللي كتشربوا. فين هو هاد حليب البقر اللي باغي تبدلوه؟ اش تشربوا بعدا حليب البقر ومن بعد فكروا انكم تغيروا بشي حليب واحد اخر، حليب بوجغلولو ولا حليب الفروج ولا شي حليب واحد اخر غتخترعوا نتوما. والمهم هذيك النظريه ديال البشر حيوان وداكشي انا ما متفقش معها بزاف وما كتعجبنيش وما كندوزهاش. الا نتوما كتقولوا بانكم نوع حيواني كتشربوا الحليب ديال البقر وخاصكم تغيروا، راكي غلطه على طول الخط. وراني شرحت لك بانكم الحليب اللي كتشربوه الا لقيتوه راه غير الماء والزغاريد، غير الغبره مخلطه بالماء. وين حليب البقر تتوصلوا للمرحله ديال انكم ديروا البقر وتشربوا الحليب ديالو، عندك الساعه فكروا في التغيير ديالو. 500 واش تعمل في الميزان؟ في الميزان دير 250. ربي يرزق الناس كل ثاني. زايده هنا على الميزان. زايده على ميزان اني عندي 4 شهور وانا نستنى. 4 شهور وانا نستنى. هو رايحه حكايتها بربي ان شاء الله. انا طالبه في ربي هي جويه 300 هي حكايتها. طالب 300. هذا الفيديو تيلخص كلشي، كيلخص الحاله الكارثيه اللي عايشين فيها في الجزائر، كيبين بدون لبس وبالدليل بان الجزائر تعيش ازمه ماليه خانقه، وشحال ما غيبغيو يخبيوها غادي تفرق عليهم في وجههم. راه ما يمكنش دوله عندها تيقولوا رسميا على اعلى مستوى بانهم عندهم 67 مليار دولار كعمله صعبه. هادشي اللي كيقولوا رسميا، انهم ما يستوردوش السيارات لدرجه انه السياره تصور معايا هذه راه ما كايناش، هذه راه سابقه في التاريخ، هذه راه ما كاينه في حتى شي دوله. سياره كتخرج من لا ميزون جديده كتولي غلا، يعني الا كانت تدير مثلا نقولوا حنايا 20 مليون مغربيه في لا ميزون كتخرج كيبيعها مولاها ب 25 مليون مغربيه في السوق على اساس انها سياره مستعمله. فهنا راه ما بقاش المنطق، هنا
كاع الاقتصاديين في العالم غيقول لك بانه كاينه ازمه خانقه في استيراد السيارات. كاين واحد العدد هائل اللي مقدر بمليون ونصف، لا ماشي شو هذا، لا، مليون ونصف سياره خاصها تدخل في نهار واحد الى الجزائر عادي تقاد السوق. ما حدهم ما دخلوش هذيك المليون ونصف سياره ما عمر السوق ما غتقاد. وانتم شفتوا في المقطع الظاهره هذه الغريبه جدا. السياره في المغرب غير كتخرج من لا ميزون تتنقص منها 5000 درهم في النهار الاول. صوروا في الجزائر كتزيد الثمن ديالها وكيغلى الثمن ديالها. والتفسير الوحيد هو انه شراء السياره الجديده في الجزائر ليس متاحا للجميع، وكيف ما سمعتوا السيد تسناها 4 شهور، هذيك ديال 10 ايام ولا 40 يوم ما كايناش، اما كاين غير 4 شهور 6 شهور عام. هادو هي السيارات الصينيه اللي 4 شهور وانت زايد. اما السيارات الايطاليه فيات هذيك عام ونص عاد توصل نوبتك باش تاخذها جديده. داكشي علاش بزاف ديال الجزائريين كيشريوها غاليه في السوق ديال المستعمل غير باش ما يتسناش هذيك العام ونص، وديك العام كيكون واقف على السياره غيخدم بها ولا شي حاجه ومضطر انه يشريها غلا من الجديد. هذه نفس الدوله اللي قال لك باغا تدخل السكر والزيت وباغا دير قال لك التجاره الحره مع الدول المجاوره، هي ما جابت للشعب ديالها حتى ما ياكل وحتى السيارات يركبوها. استغلالا لمغربيين تم توقيفهما مخترقين للشريط الحدودي، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقصدير من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مختصة في تدبير وتسهيل عملية خروج ودخول المغاربة عبر الحدود البرية بطريقة غير شرعية، بعد التعمق في التحقيق من أجل الوصول إلى وجهة الأموال التي يتقاضاها المغاربة بالجزائر من أجل عملهم وكيفية تحويلها إلى أهاليهم، حيث تتم هذه العملية عن طريق شخص مزدوج الجنسية الذي يقوم باستلام المبلغ بالعملة الجزائرية ثم يقوم بتحويلها لشخص مقيم بالمغرب عن طريق تطبيقية إلكترونية. بعد تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات بالوطن تم توقيف باقي عناصر هذه الشبكة داخل مسكن مهيئ كمركز عبور والمقدر عددهم ب6 مغاربة. أسفرت العملية عن حجز سيارة سياحية مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 100 مليون سنتيم 3440 درهم مغربي، 6 بطاقات هوية مغربية، 3 جوازات سفر مغربية، 900 أورو، 50 دينار تونسي، 10 دولار، و6 هواتف نقالة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم جميع أفراد الشبكة أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود وتحويل حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. اول ملاحظه في هذا المقطع الذي نشر اليوم هو ذاك المنزل اللي فيه البنواس ديال التدريب ديال العسكر. يعني ذاك المنزل راه ديال الجيش الجزائري اللي كاين على الحدود وصورته فيه. واش كاين شي واحد بعقله غيدير بنوات بهذوك الطريقه ديال التدريبات العسكريه؟ ثاني حاجه، وانا في هذه القناه وبزاف الاخوان في القنوات ديالهم حضروا منا، اي مغربي متواجد في الجزائر اجلا ام عاجلا سيتعرض للخطر. داكشي اللي وقع في العشريه السوداء راه ما ساهلش، وداكشي اللي وقع في المسيره السوداء للمغاربه اللي طردوهم وسرقوهم واغتصبوهم وفرقوا العائلات وفرقوا الاطفال واغتصبوا الاطفال وخداو الاطفال وسرقوا الممتلكات، داكشي راه غيتعاود اجلا ام عاجلا. كل مره كيتزاد الخناق على الجزائر كتمشي تعدى على المغاربه المتواجدين داخل الجزائر. الله يحسن العوان. انا عارف بانه كاين مغاربه مجوجين جزائريين، كاين مغاربه والدين تما، كاين ظروف عائليه، ولكن راه هذا النظام هذا راه لا يؤتمن، راه ما تيحنش في الشعب ديالهم عاد ما يحن في مغاربه اللي هو تيكرههم. المهم مرة أخرى ما نقدرش نقول لكم واش هذوك مغاربة ولا ماشي مغاربة، واش هذوك البطاقات الوطنية حقيقية ولا مزورة، واش هذوك جوازات السفر حقيقية ولا مزورة، واش هذيك 3400 درهم واش حقيقية ولا مزورة، واش هذيك 10 دولار يا عباد الله، واش 10 دولار كتقال في الأخبار بأنكم حجزتوا على 10 دولار. وأخيرا وليس آخرا، هاد الناس هادو دابا نتوما باغي توهمونا بأنكم نتوما أوروبا، كيفاش الناس كيحرقوا الجزائر؟ شنو غيديروا في الجزائر؟ الناس في الجزائر ما لاقين تيشريو سياره، ما لاقين تيشريو الحليب، ما لاقين تيشريو حتى شي حاجه. كيفاش هاد المغاربه هادو بغيتهم يحرقوا الجزائر؟ انا كنعرف بانه المغاربه الوحيدين اللي كاينين في الجزائر هما المغاربه اللي عندهم العائله مختلطه، النص في الجزائر والنص في المغرب، وكاينين منهم على طول الجدار الشرقي في المغرب. وكاينه الفئه الثانيه هذوك المعلميه اللي ماشي واعرين بزاف وما كيقدروش ينافسوا المعلميه الصحاح في المغرب، وكيمشيو للجزائر وكيخدموا في النوار وكيروجوا تما شي شويه. هاد الفئتين هما الفئتين الوحيدتين اللي كاينين تما. اما توهمونا بانه المغاربه تيحرقوا، كيفاش غيحرقوا نتوما البلاد ديالكم ما بلاد ما استحمص؟
المهم رساله مره اخرى، وكنتمنى من اي واحد كيشوف هذه الحلقه هذه الا تعرف شي واحد ما فاهمش شنو هي الجزائر وما عارفش شنو هي الجزائر وتفكر انه يمشي تما يستقر ولا يدير شي حاجه ولا ما عرف شنو يدير، حنا كنحضروا الناس اللي كاينين في الجزائر حاولوا تخرجوا من تما، راه المستقبل لا يبشر بالخير لهذيك الدوله لا للجزائريين فما بالك بالمغاربه. وهما بداو هذاك المغربي اللي قالوا لي شنو تقول على داكشي ديال المخزن وداكشي ديال التطبيع اللي علقنا عليه سابقا، راه فعلا صدق مغربي والعائله ديالو مغربيه ميسر عليها الله، ماشي عائله فقيره كيف ما تيقول. وهما دابا عاوتاني قالك شدوا 6 وحدين اخرين، واش مغاربه واش ماشي مغاربه الله اعلم، وغالبا يقدروا يكونوا مغاربه وتعداو عليهم. راه المرحله المقبله غيمشيو في هذا المسار وغيزيدوا في الاعتقالات ديال اي مغربي بان لهم تمايا، وإلا فقوا لك التهمه ومشيتي خلاف واحد 6 سنين ولا 10 سنين ديال السجن وما يعقل لك حتى واحد. واللي قادر يهرب يمشي لتونس ويمشي في حالته ويقلب، راه المستقبل وراه القاره الافريقيه كبيره، اش داكم من الجزائر. وصلنا لنهايه الحلقه، نكتفي بهذا القصف. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.